صباح النور الكبيدات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير وانتم كتابعوا لا فيديو تاع اليوم اختي نهار جديد فلوق جديد. نتمنى الاستحسان ديالكم ويعجبكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم لي كومونتور زوينه بحال قلبكم. واللي اول مره غيشوف القناه ما ينسناش من الاشتراك، ومرحبا بالناس القدامى حتى هما داركم. لاول مره غيلتحق نتمنى نعجبكم ودرنا واحد المتابعه، وما تنساوناش من اللايكات ديالكم والبارطاج القناة. هنا اختي اصبحنا واصبح اليوم الكل، اللهم اعطينا خير هذا اليوم خير ما فيه. هنا اختي بعد ما خرجنا من مدينة اكادير قابضين الوجهة ان شاء الله الى مدينة الرباط. صافي هنا كانت سالة العطلة صار الكونجي، غادي نلتحق بالمدينة ان شاء الله اللي ساكنين فيها، لان غادي نبداو موسم دراسي جديد وغادي نبداو العمل. وهذا الشيء ما كان بعد ما قبضنا الطريق. صافي كانت 6 ديال الصباح فاش فقت وقبضنا الطريق هكا في الصباح، وكانت هذه هي الطريق السيار اللي شدينا. حاولت نصور لكم جميع التفاصيل. وكنا فطرنا هكا في ايمين تانوت وقبضنا الطريق ثاني نيشان ان شاء الله ديريكتومون. الجو واخا كان شويه سخون مي معليش، الله يوصلنا على خير. وان شاء الله غنشارك معكم في هذا الفيديو لي سوفونير اللي جبت معايا والباروك تاع البلاد كي كيقولوا. صراحه ما سخيناش وان شاء الله بالمعوده ان شاء الله. ولكن صافي كان كما قلت لكم سالات العطله، يعني كل واحد غادي يلتحق باي مدينه ساكن فيها وغادي يلتحقوا ان شاء الله الوليدات بالمدرسه. صافي كتبدا عام جديد موسم دراسي جديد بعد ما كتهرسي داك لا روتين ديال السنه كامله، بعد ما كتشوفي الاهل والاحباب كتشوفي الاصدقاء كترفهي على النفس ضروري. وهكا كداز طريقنا ما شاء الله الحمد لله، واخا كانت شويه عامره مي هذا هو الصيف. طريق السلامة للجميع. هنا حاولت نشارك معكم جميع التفاصيل المملة. هنا كنا وصلنا للبياج ان شاء الله، كنا قريبين باش ندخلو هكا لمدينة الرباط. صافي هنايا كنا دزنا في البياج ديال بوزنيقة. صافي كيبقى لك اخر بياج، واخيرا على سلامتنا وعلى سلامة كل واحد وصل بخير وعلى خير. وصلنا لمدينة الرباط مدينة الانوار. صافي هذه هي كانت الدخلة تاع المدينة. الحمد لله اللهم لك الحمد، دازت الطريق مزيانة الحمد لله. هذا هو الاهم ان بنادم تيوصل بخير وعلى خير كلشي الامور كدوز مزيان. هذاك هو الفضل وراس المال. ايوا نتمنى يدوز كلشي مزيان. صافي هنايا كنا قررنا باش نمشيو نتغداو باش هكا ندخلوا للطويره ونرتاحوا ناخذ واحد القسط تاع الراحه. هنا صافي كما قلت لكم جينا نتغدى. بصراحه الوليدات كانوا بغاو هكا لي ساندويتش، صافي كنت جبتهم ياخذوه. غادي نتغداو ان شاء الله بحول الله. راه ما يمكنش شحال لذيذ هذا الساندويتش خصوصا ديال ميلود اللي كيكون قوب المنصور. هذا واحد السوفونير خديته من مدينه تيزنيت. كما شفتوا في الفيديو ملي كنت كناخذ عند السيد. المهم خديت هاد الصبيبيط او هكا بالغينه كتجي مع الجين او اي حاجه لبستيها. صراحه زوينه ومريحه كتجي لانها تاع الجلد وتتجي على هذا الشكل. كاين في اللوينات، انا اختاريت هاد النوار، كاين في الغوج، كاين في لوينات اخرين. المهم تيجي بحال هكا حتى كيتلبس عاد كيبان في الرجيله. المهم ها هي الفرده ديالو حتى هي. ما كانوا مجموعين في لافاليز. المهم غيتلبسوا غيتقادوا بحال هكا تيجيو وتيكونوا هكا فيهم هاد الفرش، يعني ما تيزلقوا ما حتى شي حاجه، تيكونوا مخدومين مزيان تتعرفيهم غير من الداخل ومن القيسه تاع اي حاجه خديتيها ومخدومه على هذا الشكل وفيها لوينات مختلفين ومطرزه بهذا الشكل. شوفوا ما شاء الله راه تيجيو زوينين في الرجيله. ايوا شاركت معكم شنو خديت. وهذه بحال شكل بليغه يعني سامبل، هي كتجي بحال هكا سامبل، يعني هذه ماشي مسدوده من الخلف، لا دايره بحال هكا. هذه كتجي بحال هكا على هذا الشكل، والاخرى كتجي هكا مجموعه من اللور، وهذه محلوله. راه نفس الخدمه ونفس اللون. شوفوا ما شاء الله، راه الا مشيتي راه تحيري شنو تاخذي لان بزاف تاع الاشكال والالوان وبزاف كاين ما يدار. ايوا هادشي اللي كاين، والاهم انها مريحه ورطبه. هذا هو اللي تيعجبني، انها جلد ماشي كرتون او شي حاجه. صافي هادشي دابا اللي خديت هما شاركت معكم. وهنا كنتقاسم معك الباروك اللي خديت من مدينة تيزنيت. ما شاء الله السيد اللي كنتقدى عنده. خديت هنا هذا كاوكاو البلدي يعني بيو، كتشوفي كلشي قدامك كتصايب. خديت كذلك املو تاع اللوز بيو تيكون بزيت ارغان. يعني هاد العلبة تيكون فيها كيلو
يعني سيرتيفي، يعني شي حاجة ثقة، سيد معقول. وهذا العسل المهم المحل اللي ديجا شاركت معاكم في مدينة تيزنيت هو اللي خديت منه هاد المجموعة. وهذا العسل تاع الليمون تا هو هكا زوين، ديري به اي حاجة بغيتي، تحطيه هكا في الفطور. هادشي مكان. وهذا زيت ارغان منقوش اللي يكون فين وصل ما شاء الله الزيت الذهبي اللي وصل 600 درهم حتى 700 درهم. هذا كان عطاه لي الوالد الله يعطيه الخير. صافي هنا تقريبا فيها شي نص سيترون، لان فعلا ولا الثمن ديالو مرتفع بزاف، لا هو ولا جميع المنتوجات كاملين. ايوا الحمد لله، هذه هي المجموعه اللي كنت جبت معايا، اللهم اديمها نعمه. وهذا هو المحل اللي ديجا شاركت معكم في فيديو سابق، حاولت نشاركت معكم غير لي سوفونير. ما شاء الله كما قلت لكم راه السيد معقول وثقه، تيطحن كلشي قدامكم سواء كاوكاو او اللوز، عنده جميع انواع تاع العسل، ميم عنده الكسكس هكا بالاعشاب، البلبوله، اي حاجه. وكاين حتى هذاك ارغان، وميم عنده حتى املو ديال القرعه عنده. اول مره صراحه نذوقو، عجبني لوغو ديالو، شي حاجه اللي صحيه. وهادو هكا الحسوات بجميع انواع ديالها كما قلت لكم مع الشبا. وهذا هو اللي قلت لكم املو تاع القرعه، املو كاوكاو، املو تاع اللوز، جميع الانواع ديالو. ايوا هادشي ما كان. صراحه شاركت معكم المشتريات كاملين. وهنايا غادي نوريكم الملحف او ليزار اللي كنت خديت في مدينه قلميم. ديجا حطيت الفيديو وريت شاركت معكم المدينه. هذا هو السوفونير اللي خديت من تما. خديت هذا الازرق هكا، سواء تفصليه بيجاما او تصلي به، صراحه زوينين. الثوب ديالهم تيكونوا مبردين، يعني زوينين. خديت هذا اللوين هذا، هادشي اللي كاين. وخديت الشاي الاخضر، صراحه وريتكم حتى المحل ما شاء الله عندهم الاشكال والانواع ديال الشاي بجميع الانواع ديالو. الا مشيتي اختي هكا للجنوب، هذيك هي بلاصتو، باب الصحراء او الصحراء كامله معروفه بالشاي الصحراوي ما شاء الله عليهم. وخديت دوك الكويسات اختي اللي حمقوني، تيكونوا هكا العلبه فيها 6، تيكونوا صغيورين مقدودين. ضروري هذا كيكون عندهم في الشاي ديالهم، تيجيو الكويسات صغيورين، تيجيو اختي بديك الكشكوشه، يا سلام ما تشبعش من داك الشاي ديالهم. عجبوني هاد الكويسات، قلت والو غادي ناخذ منهم. صافي هادشي ما كاين. خديت هادو لي سوفونير اللي كنت خديت من مدينه قلميم، خديت هاد الكويسات، خديت هاد الملحف والشاي كما قلت لكم. ومهم ضروري ملي كتمشي شي مدينه كتحاولي تاخدي السوفونير ديالها هكا تذكار باش كتبقاي عاقله عليه. وما ننساش اختي هذا الزعتر ما شاء الله ريحته منين عاطيه، جديد باقي خضر. هذا كنت جبته معايا من مدينه تيزنيت، زوين هكا ديريه في لي بات، في بيتزا، ديري ميم في اتاي كديري شويه، يعني كينفعك في المطبخ ديالك. شريته هكا جديد. هادشي اللي كاين. المهم حاولت نتقاسم معكم المشتريات ديالي البسيطه اللي ضروري كتفرحك ولو تكون قليله. هادشي اللي كاين. وهذا واحد الملحف عاوتاني اللي جاني هكا هديه من الام ديالي، الله يخلف عليها ويدير بحسابها. ايوا هادشي ما كاين. نتمنى يعجبكم الفيديو، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم وبلي كومونتير زوينه. وما تنسوناش من الاشتراك في القناه والبارطاج. ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، لان فعلا كنتقسم معكم. ونسيت ما تقسمت معكم هاد الطاجين اللي ما يمكنش اختي نمشي للجنوب هكا وما نجيبش طويجين، واخا هكا تيجيك الثقال وما تتقديش تهزي شحال من حاجه، ولكن قلت ما نفرطش في الطويجين السوسي المساند الرسمي اللي في المطبخ. ضروري اختي ما يكون جديد وناخذه باش كيجيني هكا طويجين زوين ويبقى معايا مده. والطريقه اللي كنستعمل انايا انني كناخذ واحد البانيو هكا وكنغطس فيه هكا الطويجين مزيان حتى كيفزق مزيان وكيبات ليله كامله. من بعد كنديرو هكا في الشميشه كينشف، ومني كنبغي نطيب عليه كندير ليه واحد القزديره من التحت وكنديرو على عافيه متوسطه باش كيبقى معايا مده. هذه هي طريقتي في الحفاظ على الطاجين باش كيجيوك طويجنات زوينين ومعلكين. ما يمكنش اختي نستغنى على الطاجين خصوصا ديال السوس، لان فعلا زوينين بزاف وكيتقنوا الاكل وكيكونوا لذاذ وصحيين.